العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هو أنا هذا السر مخبيه من 13 سنة. تخيل فيديو قديم لطفل عم يبكي من الألم بدون بنج يطلع بعد سنين انه محمود ماهر نفسه، والصدمة هذا السر كان مخبيه عن العالم لسنين طويلة. المقابلة بلشت بلقطة فجرت الذاكرة، فيديو قديم جدا انتشر قبل سنوات طويلة لطفل سوري صغير يخضع العملية بدون بنج. الطفل كان يصرخ يدعي الله ويبكي بطريقة بتقطع القلب. هذا الفيديو كان رمز لأصعب أيام عاشها الشعب السوري وقتها، لكن ولا حدا كان يعرف الحقيقة، حقيقة انه هالطفل اللي بالفيديو هو محمود ماهر. ولأول مرة اعترف محمود وقال نعم هذا انا، كنت مخبي الحقيقة لسنين خوفا على نفسي وعلى اهلي من النظام السابق. الاعتراف اجا من بعد ما نزل برومو الحلقة والناس بلشت تستهزئ من بكاء محمود، وبالرغم انهم ربطوه بانفصاله عن بيسان اسماعيل، لكن فجأة ظهرت صديقته ميس دعاء وصديقه ميكس وقالوا لو تعرفوا ليش كان عم يبكي ما كنتوا استهزأتوا فيه. لما انعرضت الحلقة انكشف كل شي. محمود قال بصراحة موجعة، بيتنا انقصف، انجرحت وانجرحت عائلتي وفقدت والدي وتهجرنا على لبنان بطريقة غير شرعية. واضاف هاي الذكريات لسه لليوم عم تلاحقني نفسيا وجسديا. برايكم هل كان لازم الناس تحكم على محمود قبل ما تسمع قصته؟ وهل السوشيال ميديا عم بتصير مكان للحكم ولا للتعاطف مع قصص حقيقية مثل قصته؟